السلام ومرحبا بكم في داركم. اليوم في مائدة رمضان باش نقدم كسكسي، لكن حبيت نعمل معاه مرقة للي ما يحبش المغارفة برشا. على هذاك خذيت شوية القرنيط هذايا، خليت البقية متاعو لطبق اخر، وقلت الساق هذيا نعمل بها مرقة نتاع جلبانة سريعة صحين لشقان الفطر. على هذاك وباش يطيب فيسع باش نقصو طروف صغار، وهكاك فيسع ما يطيب ويخلط لشقان الفطر. الوصفة هذه استعملتها أسبوع التالي وجاتني طيارة، على ذاك حبيت نشاركها معاكم. وهذه نوعية من أنواع الأخطبوط. أول حاجة كما قلت باش نقص طروف. كما تشوفوا قصيت البصل هكاك رونديلات، قصيت القرنيط والثوم باش نحط معاهم زيت زيتونة، فوحت بشوية ملح، شوية فلفل أكحل، التابل والكركم، حطيت الهريسة العربي وشوية طماطم. كما تعملوا باش تطيبوا أي مرقة شوية يعني ما نكثروش باش ما تجيش ياسر كونسونطري، ونخليه يتقلى شويه وبعد نمرق. الكركم راهو مهم للمنتوجات البحريه الكل، سواء مقرونه والا مرقه لازم نحطوا شويه كركم. توا باش نحط الجلبانه ونخليها تتقلى شويه مع المزيج ونصب الماء. كما تشوفوا حطينا الجلبانه اتقلت شويه، وتوا باش نزيدوا الماء ونخليوها تطيب. ما تبقاش مرقه الجلبانه هذه راهي تطيب برشا، خاطر القرنيط ما يقعدش برشا بما انه مقصوص هكاك. حطيت الماء توا باش نغطيه ونخليه يطيب. كما تشوفوا مرقه الجلبانه نتاعي حضرت، حطيت لها قرين فلفل في الاخر بكل، ونكته زيت زيتونه ما نحكيلكمش على البنه. توا باش نحطها في طبق التقديم ونوريها لكم.